ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كيكة التمر او البلح من ألذ واحلى الكيكات في الجو دوت بنكهة القرفة. اول حاجة هحتاج 12 حبة من البلح. هبدأ ان انا اشيل منهم النواة خالص، وهحط عليهم كوباية من المية المغلية، وهسيب الخليط دوت في جنب كده يبرد ويطرى شوية. هجيب كمان كام حبة كده وهقطعهم بالطريقة دي ان هم يكونوا صغيرين، بحيث ان انا ادخلهم جوه الخليط نفسه. ومعايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. اول حاجة هحط البيض في المضرب، ولو مش عندك مضرب تقدري تستخدمي الخلاط العادي او انك تعمليه يدويا. مفيش مشكلة حسب امكانياتك المتاحة. الخطوة دي بتسهل عليا ان الكيكة يكون هش، لان قوام البلح نفسه بيكون تقيل، فده بيساعدني شوية. هضيف عليهم كوباية من السكر، وهضيف كمان اختياري نص معلقة من القرفة. دي بتعزز طعم البلح جدا وبتدي طعم حلو قوي. بس لو انت مش من محبي القرفة بلاش، لان اقل كمية بتظهر. وبرده يا ريت ما نزودش عن نص معلقة عشان ما تظهرش جامد وتغطي على طعم البلح. ده الخليط اللي احنا كنا عملناه، هو دلوقتي بارد تماما. هبدأ ان انا افرمه، وده هيكون قوامه. هرجع بقى تاني للخليط، هضيف عليه كوباية من الزيت، وبعدها هضيف كوباية اللي انا عملتها من البلح، وكمان هزود كوباية من اللبن. وبين كل حاجة بضيفها بضرب ضربة خفيفة بس بسيطة كده، بحيث ان انا اقلب المكونات مع بعضها مش اكتر. ومش ببالغ خالص في الخفق، لان الخطوة دي ممكن تخلي الكيكة تهبط منك. دلوقتي هحط معاهم قطع البلح، بحيث ان انا يعني ادوبها شوية كده مع الخليط واخلطها معاه. ده شكل الخليط، ده كل السوائل اللي عندنا. دلوقتي هضيف المكونات التانية اللي هي 3 كوبايات دقيق. هنخلهم كويس، ممكن تنخلهم اكتر من مرة. وهضيف عليهم معلقة ونص او ظرف ونص من البيكنج باودر. النوع اللي تحبيه بقى مش هيفرق قوي. ولو هتستخدمي الكيك شيف استخدمي باكت واحد. هقلب لحد ما الدقيق بس يختفي. وطبعا مش بنبالغ في خطوة الدقيق علشان ما تقلبش معانا عيش. هي دوب بس كده الدقيق يختفي. هجهز الصينية. هدهن الصينية بزبدة أو سمنة. ده بيخلي طعم وريحة الكيكة تظهر أكتر وتكون أفضل من الزيت. ويا ريت السمنة ما تكونش سايحة، تكون جامدة شوية عشان تلزق مع الكيكة. طبعا لو هتستخدمي قالب غير البايركس استخدمي معاه عفري الصينية بالدقيق. هنا هحاول أوزع قطع البلح. هي في الغالب القطع دي هتنزل لتحت زي ما شفنا، بس تمام يعني وزعوها برضه. تدخل درجة حرارة 180، بتقعد حوالي ساعة، لأن ديت أكبر صينية عندي. لو هتعملي خليط أقل من كده أو هتقسمي الكمية هتحتاجي وقت أقل في الفرن. ده شكلها دلوقتي. هغطيها بفوطة وهسيبها لحد ما تبرد تماما. بعد ما بردت هبدأ ان انا اقطعها حسب العدد اللي انا عايزاه. جربوها هتعجبكم جدا ومفيدة قوي وطعمها لذيذ. حلوة قوي للأطفال. وبألف هنا.